بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. احنا طبعا النهارده في قاعدة كده في الغيط مع الحاج رمضان في قرية عزبة التفتيش تبع مركز صمالوط قرية جلوصنا. تعالى يا عم رمضان ولع الشاي تعالى. طبعا هو عنده الجاموسة بتاعته تعبانة شوية ومزعلاه، بس احنا ان شاء الله هنحاول نظبط له الدنيا. ازاي الحال يا حاج رمضان؟ الحمد لله والله. عامل ايه يا ريس؟ نورتنا والله مع الباشا. عندك شاي ولا نجيب لك معانا شاي وسكر؟ لا يا باشا موجود والله. طب ايه مالها الجاموسة بتاعتك؟ الجاموسه تعبانه والله، جرفانه يا دكتور. مالها عم ايه اللي حصل معاها؟ احكي لي قصتها انا بس. جايبها يا دكتور اديلها بتاع شهرين بالظبط، كانت 10 انت شاريها جديد؟ شاريها جديده ايوه. اه قعدت عند بالظبط وولدت. كنت قعد عندها 20 يوم وولدت. تمام. جت بعد ما ولدت بقت تسهل وتعمل. وديتها البطاريه، قعدت حوالي بتاع اسبوع او 10 ايام وانا عالج فيها، اديها بواكي وبتاع وريها لنا كده. طب تمشي عليها كده يا دكتور. هي موجوده هنا ها. هي اللي حصل لها ده حصل لها بعد ما ولدت على طول؟ بعد ما ولدت على طول يا دكتور. هي الجاموسه دي كانت 10 حضرتك ساعه جبت. جابت ود ولا بيت؟ لا جابت نتايه. طب حلو. يا بنتها حلوه في الرضاعه كويسه؟ كويسه في الرضاعه ولبنها كويس وكل حاجه، بس هي المشكله اللي معاها لسان. اللسان ده يعتبر ميه، حتى لما منعت عنها الربيع برضه شغاله. اللسان ده شغال؟ هو اول امبارح يا دكتور قعدت يومين بالظبط انا منع عنها الربيع. يومين ما ينفعش. وكلتها ربيع بدت عشيه، والنهارده بدات تجيب اسهال. جيت عشيه العصر عزلتها وحطيت لها تبن ورده خدت كام جرعه ايه؟ خدت كتير والله يا دكتور. اعطوها دواء شرب؟ عطوها دواء شرب وعطوها السلفه. جبت لها نص كيلو على بعضيه. بودره سلفه بس وحديها؟ سلفه بس وحديها نص كيلو على بعضيه. شربته على كام مره؟ انا بقيت اديها 100 سم على 100 جرام قصدي. 100 جرام كل يوم. ما حدش قال لك ان عندها دوده كبديه؟ والله يا دكتور انا سيادتك ما حدش قال لك ان عينيها مصفره وجسمها بطلان طبعا؟ ما حدش قال لك جرحها كبدي حتى؟ والله يا دكتور ما حد قال له ولا ولا. يعني انت ما جرحتهاش ديدان خالص؟ لا هي تقريبا اللي عطاها اللي عارف قصتها برضه في الوحده. بس يا دكتور جيت طبعا عالجتها في البطاريه، قعدت اسبوع عالج فيها في الوحده. بعد كده شاء القدر جاء دكتور معدي برضه شافها. قال لك عندها ايه؟ قال لي عندها ديزنتريا حاده. ديزنتريا حاده في الاول. قعدت 3 ايام عالج فيها من العلاج اللي كتبه، وبعد كده رنيت عليه تاني بقول له يا دكتور الوضع رجع 1 2 3 تاني. قال لي دي يا حبيبي عندها ديزنتريا مزمنه. تمام. دي تاكل ربيع ناشف على طول. طب مع سيادتك جاموسه والده زي دي ولبن وبطشه صغيره دي لها بالظبط حوالي شهر 45 يوم والده، لازم برسيم عشان خاطر تجيب لبن. بس هذه القصه كلها يا دكتور بتاعتها. طب ايه رايك في تربيه الجاموس؟ اول مره تربيه ولا جبته قبل كده؟ لا انا جبته قبل كده. ايه رايك فيه هو ولا الابقار الافضل؟ هو يا دكتور كانتاج الابقار. انما كفلاح وعاوز يربي البيت واكل وشرب الجاموس طبعا. ليه؟ ده انتاج الجاموس اعلى بكتير من انتاج البقر. لو كرمتها الجاموسه تجيب قد بقرتين لبن. والله يا دكتور احنا الانتاج اللي وراها يا دكتور. انت قصدك عن نتاج الولادات؟ الولادات. انا بتكلم على الحليب. الحليب اكتر الجاموس طبعا. طب اسمك يا باشمهندس؟ عوض الله. يا عوض الله، انت بتربي جاموس يا عبد الله؟ ايوه طبعا. ادي لك كام سنه بتربي الجاموس؟ من زمان، من ايام والدينا واحنا مربين الجاموس، يعني مش اول. يعني انت رايك الجاموس حلو في الخير؟ في اللبن يدي بالظبط كده. هو يعني انت يعني قصدك مثلا ان هو بيأخر في العشور عشان مثلا انه بيقعد سنه كامله قبل ما تولد، هي دي المشكله ولا ايه؟ لا 11 شهر. 11 شهر بالنسبه ايوه، هو اكتر اسبوع في الانتاج بتاع ولاده احسن من الجاموس، بس بالنسبه لخير اللبن وكده الجاموس احلى. يعني انتوا حيرتونا كده وحيرتوا الناس اللي هتسمعكم دلوقتي. كل حاجه لها عيوب ولا مميزات يا دكتور. جدع. كل حاجه. يعني انت عايز تبيع من وراها وتصرف يبقى هات ابقار. طبعا. عايز تجيب جاموسه البيت تاكل لبن وجبنه براحتك. ممكن تحلب سنه كامله الجاموسه؟ والله على حسب يا دكتور. لا مش كامله. ايوه. في جاموس ممكن حاجاش تسيبه انت يكون راخي وبعينه ما يحلب. يعني ممكن في جاموس فعلا رغم ان ده غلط، المفروض ان انا اسيبها عند السابع او الثامن، ابنها العيله اللي ببطنه اللي جاي بعد كده ان هتلحق تكون له سرسوب. بالظبط كده، ما ينزل تعبان. لو ما تطول في الحليب ما ينزل تعبان. طب رايكم كده عشان سؤال تعب الناس كلها، الجاموسه تاكل اكتر ولا البقره؟ الجاموس طبعا بيحتاج غذاء اعلى. الجاموس
ياكل اكتر من الابقار. دي معلومه صحيحه. تمام. طب بالنسبه للتحصينات يا رمضان، انت بتحصن ولا بحصن يا دكتور. ايوه. بتجي لك اللجنه هنا ولا انت بتطلب تحصين انا ولا بطلب تحصين، بيجي البيطري بيحصل متابع انت على الموضوع ده؟ متابع. أيوة. طب انت هتربيها ولا تذبيحها؟ لا ان شاء الله نربيها. ليه الناس بتستعجل وتبيع البتيل الصغير ليه؟ عشان هو اللبن يا دكتور، دكتور. عشان اللبنات. احنا بنقول الخير اكتر من خير الجاموس اكتر من البقر، فما نبيعه عشان الخير. طب انا لو ربيت ابنه يعني مش هيدي معايا ولا الواحد بيفرح هيدي بالله؟ يا دكتور، بس يفرح وهو صغير يجيب لك مبلغ وخلاص. ياخد فتره على ما يديك انتاجيه من وراها يعني. بيطور. عشان كده تسمين الجاموس بياخد وقت اكتر برضه، حتى الذكوره بتاخد اكتر من الابقار. عويل شويه في تربيته. يبقى معظم الناس بتبيعه برضه بتله على عمره كام يتباع مثلا لحم؟ من 40 يوم لحد شهرين. وتحلي بيه على الكف عادي من غير ابنها عادي بعد كده. طبعا لازم تبقى عوات على كده. طب انت بتدي ايه علفه غير او بتوكل ايه النهار كله؟ يعني البرسيم، وبروح البيت طبعا اعلف تبني على ربط. علفه واحده في اليوم ولا اثنين؟ لا بدي 3 علفات بالليل. 3 علفات بالليل؟ 3 علفات بالليل. كام الساعه كام وكام وكام؟ يعني بأدي مثلا على الساعة 9 وعلى الساعة 12 وبعد صلاة الفجر كده. طب ليه بالليل؟ ما علفه الصبح وعلفه بالليل وخلاص. ما عشان معلش يعني علفه بعد ما تروح من البرسيم وعلفه الصبح قبل ما تطلع. البرسيم يعني مش هيديك التغذية اللي هي هيديها لك العلف. طب بص احنا مش هنحسب الجاموسه بتاعتك تقريبا بتجيب كام كيلو لبن تقريبا؟ والله عشان يا دكتور وراها انتاج دلوقتي ومش قادر احدد اللبن اللي بياخدوا هم بياخدوا منها شقه واحده. تمام. او جنب واحد بيدينا حوالي مثلا من 2.5 ل 3 كيلو. مش حاجه على فكره، مش حاجه يعني انتاجها 5 كيلو قليل. هي بس يمكن عشان مريضه، لكن هي لو سليمه المفروض مش اقل من 10 كيلو او 8 كيلو المفروض. مفيش الكلام ده. ممكن السلاله دي مش هي بلدي لكن انا الخليط بيوصل ل 20 كيلو. قصدي البيور اللي هو لو ايطالي توصل 20 و25، لكن دي يعني المفروض يعني انت على كلامك انت 5 كيلو بس دي يعني في الحدود تقريبا. انت عارف 5 كيلو تحتاج 2 كيلو ونص علف يعني او 3 كيلو، لان كل كيلو لبن بيحتاج كيلو الا ربع في الجاموس علف. فانت تحسبها كده عشان ما تكلفش نفسك اكتر من كده. دكتور العلف اللي احنا اخرنا شويه الذره اللي مروحه من الغيط بنطحنهم بكالوحهم بجربان. كيس رده فوقيه. ان كان واحد مسنود شويه يجيب له كيس رده فوقيه. مفيش الخلطه، مفيش الكلام ده. يعني مش علف حلاب يعني مخصوص. يعني هم شويه الرده بتحطوا، لا حط 10 علفات في اليوم يا دوبك يكفوا على الجاموسه بتاعتك. منور يا حاج رمضان. خلاص ان شاء الله نشوف لك البقره الجاموسه بتاعتك دي فعلا احتمال تحتاج جرعه ديدان كبديه، واحتمال ان شاء الله نقول لك هتعمل معاه ايه، والاسبوع الجاي تبقى ترن علينا كده وتطمنا وتقول لنا الدنيا اخبارها ايه باذن الله. ربنا يجعل الشفاء على ايديك يا دكتور. الله يبارك فيك. شرف لينا ان احنا بنتعامل مع سيادتك. الله يبارك فيك يا عم ناد. هتعمل لنا شاي ولا لا؟ بعد محمد ابني عامل شاي اهو. طب ازيك يا محمد؟ عامل ايه اخبارك؟ ازي الحال يا ابو حميد؟ يلا يا عم محمد ولعنا عمل لنا شاي. شكرين يا رجاله. ربنا يجعل الشفاء على ايدك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. السلام عليكم.